أنا يا جلالة الملك محمد السادس أعتذر إليك وإلى الشعب المغربي عما بدر مني، وأقول لك أن هناك من شعبك من يعيدون تلك المقاطع كي يسيئون إليك، مقاطع قد تبرأ منها أسعد الشرعي ونثرها وأصبحت من الماضي وتاب عنها واعتذر عنها، وأن هناك مغاربة يتاجرون باسمك يا جلالة الملك لكي ينالوا من أسعد الشرعي، وأنهم يعيدون عبارات التي تسيء إليك وإلى شخصك المحترم المقدر ليس بنية صادقة. أنا أقول يا جلالة الملك محمد السادس وعلى السلطات في المغرب أن تلك المقاطع لا تمثلني، وأبرأ إلى الله منها ولا عادت لي، وأنا أتوب إلى الله منها. كانت سقطات وكانت غلطات وكانت أخطاء بشرية من العبد الفقير إلى الله أسعد الشرعي قالها في شخص الملك محمد السادس، وأنا أبرأ إلى الله من تلك المقاطع. فإن وجد يا جلالة الملك من شعبك المغاربة من يعيد تلك المقاطع فهو الذي يسيء إليك وليس المتحدث في المقطع. هذا الكلام وصلوه، هذا تعميم لجميع المغاربة إلى الديوان الملكي، إلى جلالة الملك، ولو أنه لا يعرف أن هناك شيء اسمه أسعد الشرعي، لكن دعني أكلمهم بعقليتهم. من أخرج تلك المقاطع ومن يعيد تدوير تلك النفايات الذي أنا أعتبرها نفايات وأنا الذي تكلمت، هذا الرجل يسيء إليك، هو من يعيدها كي ينال مني. هذا أولا يقدح في عدالتك أنت، لأنني دخلت إلى المغرب بعد أن كنت قد أسأت لشخص الملك، ودخلت في حماك وحميت داخل المغرب، وحصلت الحماية وحصلت الدعم وحصلت الاحترام وحصلت الاستقبال. فإن كان هذا يرونه قصور منك فهذه إساءة إليك، وهذا إساءة للسلطات داخل المغرب، لأنني دخلت وليسوا هم ملكيون أكثر من الملك. هذا حتى أقطع عليهم الطريق. عمموا هذا الكلام وافتحوا هذا الكلام. هم يطالبون بالاعتذار، أعتذر لجلالة الملك محمد السادس وللأسرة الحاكمة وللديوان الملكي ولكل مغربي ولكل مغربية على كل كلمة سوء قلتها في ملككم، وفي كل لفظ سيء قلته في ملككم، وفي كل سبة سبيتها ملككم. وأنا أبرأ إلى الله من تلك المقاطع، وأنا أبرأ إلى الله من تلك المقاطع. فمن أراد أن يعيد هذه المقاطع من المغاربة فهو مشكوك فيه. يا مغاربة عمموها، أقسم بالله لا همهم ملك ولا يريدون ملك، وليسوا ولن يكونوا ملكين أكثر من الملك. أنا دخلت البلاد تحت نظر وسمع الحكومة والمخابرات والدولة، ووجدت إكرام حتى من الجهات الرسمية التي عينها الملك، أي اللي عينها الملك الذي تعتبرون أنفسكم أنتم أنكم ملكيون أكثر من الملك. دخلت المغرب ودخلت المطار واستقبلني العمال الذين معينين شخصيا من الملك، عمال في مدن مغربية استقبلوني، وفي دوائر حكومية ودكاترة مغاربة استقبلوني. وهذا دليل على أن هذا اعتذار مني قبلوه، وأن أسعد الشرعي أصبح يعني الزيارة جبت ما قبلها وانتهينا وخلصنا. فمن يعيد أكررها المرة الرابعة، عمم يا ياسر، عمموا يلي في القست، عمموا يلي في اللايف، عمموا هذا الكلام. أقسم لكم بالله يمينا أن همهم الأول الأدسنس والفلوس والمتابعات، وليس شخص الملك محمد السادس. أقسم بالله أن من يكثر الكلام عن الملك وملكي وملك وملكي وملك وملكي لكي ينال من أسعد الشرعي، هذا يظهر الملك على أنه ضعيف، ويظهر على أنه يعني ينزله من مكانته. فعليكم أن تلجموا هؤلاء. هذا هو اعتذار، هم يطالبون بالاعتذار، هذا هو اعتذار. للمرة العاشرة أعتذر للملك محمد السادس، وأعتذر للأسرة الحاكمة وللديوان الملكي وللأساتذة الكرام ولكل مغربي ولكل مغربية، لأنني أسأت إلى شخص عزيز عليكم. انتهى الموضوع، وهذا الكلام وصلوه لهم وانتهينا. من يعيد، ركزوا على هذا الكلام. أنا أريد أنهي الموضوع هذا اليوم، ننهيه. أنا اليوم مغاربة يهددونني بالقتل على أساس أن عندهم غيرة من الملك. يهددني، قال أنت سبيت ملكي، ملكك سمح لي بالدخول غصبا عنك أنت يا غبي. دخلت المطار ولقيت استقبال لم يسبق لشخص. هذا دليل على أنهم يعرفون معادن الرجال. هذا دليل على أن على أن المخابرات المغربية والحكومة المغربية تعرف معدن الرجل. نعم أسأت، لكن لم يكن إساءتي بخبث،
أو بحقد. نعم كانت طيشة مراهق أو طيشة مراهقة إعلامية أو طيش واحد بادئ قناة، ربما ما وصفت الحالة بشكل سليم، خرجت مني ألفاظ ودخلت البلد، دخلت بلدك، دخلت تحت، أنا ما تهربت، دخلت من المطار وقابلت ناس رسميين، وصلت إلى أعلى المراتب، وصلت ناس معينين من الملك شخصيا. يا غبي يا غبي، ناس قابلتهم وظائفهم معينين بقرارات ملكية. لو أن حكومتك ودولتك تعتبرني مسيئا للملك، كيف سيستقبلني عامل عينه الملك؟ كيف سيستقبلني أناس؟ علشان تعرفوا يا جماعة أن المتاجرة بملك البلاد هي الإساءة الحقيقية له، عشان تعرفوا أن من يعيد تلك المقاطع القديمة ليس حبا في الملك، هو يريد أن ينال مني ويحرض علي المغاربة ويدعوهم إلى قتلي، إلى قتلي، القتل. يقول لك يتحداني أجي المغرب، وقد تم التغرير بها أخي أسعد. ربما دقيقة خليني أكمل هذا الكلام عشان نحسم هذا الموضوع وتخرجوا منه. ولا أريد أن أكون أنا مادة للنقاش بينكم كمغاربة، لا أريد أن أكون مادة، لا أريد أن يقحم الملك يا أخوان. والله العظيم أن هؤلاء أحزنوني، ليس من شخصي أنا، والله أنهم خدموني. الذي ما كان يعرفني في المغرب الآن عرفني، عملوا لي إشهار لو دفعت عليه $100,000 والله ما حصله، إشهار ضخم. أوجدوا لي محبة إضافية من المغاربة فوق ما كانت لي، لأن هؤلاء شذاذ آفاق، يعني نفس أسلوب التبونيون اقتلوه، يقولون هكذا الكبرانات من داخل الجزائر، اقتلوا أسعد الشرعي ودمه في رقبتي لأنه أساء إلى الشهداء، وأنا ما سبيت الشهداء. نفس الأسلوب، اقتلوه لقد أساء إلى الملك. ها أنا قد اعتذرت، وها أنا قد نفضت يدي من الموضوع. وإذا واحد منكم فتح هذا الموضوع أو أعاد العبارات التي كنت أقولها في الملك محمد السادس، أنا أبرأ إلى الله منها، وما عادت تمثلني، وهي تمثل من يرددها ومن يجترها. صلى الله وبارك. اللي بعده، من الذي بعده؟ لحظة، الأخ حمزة كمل ولا ما كملش؟ لا باقي ما كملش اخويا اسعد. طيب تفضل. اهلا وسهلا بالاعتذار، ولو انني ماشي من المغاربه اللي كيطالبوا بالاعتذار، هذه اول شيء. لا لا شوف، انا قطعت عليهم الطريق، ما عندي مثال. برافو عليك. الاعتذار قد تم. شوف انا لا يمكن ان يستقبلني مغربي واحد لو انه يراني مسيئا للملك. انا دخلت ما في مدينه لو دخلت البيوت عند نخبه المغرب، نخبه زبده المغرب، الزبدة ديال المغرب، دخلت بيوتهم واستقبلوا. والله لو كانوا يعلمون أنني مسيء للملك لما أدخلوني بيوتهم. هؤلاء ملكيون أكثر من الملك. فأنا اعتذرت، بس أقطع الطريق، خلاص ما عاد لهم حجة، انتهى أمرهم، خلاص خلصوا. تمام. حتى أنتم الآن أصبح لكم موقف قوة. هم يقولوا لماذا أسعد لا يعتذر؟ أنا اعتذرت يا أخي، وكررت الاعتذار 5 مرات، وتستطيعوا الآن أن تحطوا أصابعكم الاثنين في عيونهم، قولوا اسكتوا، الرجل تبرأ من الكلام. أنا أحب الملك محمد السادس، أقسم بالله أنني أجل هذا الرجل، أختلف مع سياسته عادي، لكن على الصعيد الشخصي رجل ليس دموي، ليس قاسي، ليس مستبد، ليس متكبر، رجل محترم. وزاد حببني فيه عندما دخلت المغرب ورأيت الدولة ورأيت المنشآت ورأيت البنية التحتية ورأيت المغاربة ورأيت التآلف والتعايش والمحبة والقيم المغربية الذي يضربوها هؤلاء الآن في العمق. القيم المغربية الذي سحرتني وسحرت كل زائر للمغرب. قسما بالله عندكم قيم ما عادش موجودة في الشعوب، اندثرت. عندكم قيم التسامح حقيقية موجودة، عندكم دماثة الأخلاق والتعالي والتسامي عن الأخطاء، عندكم التسامح. أنا جربت التسامح، أنا بنفسي جربت التسامح. سامحوا معي. يأتي لك شوية حثالة، أصحاب قنوات خاوية، أصحاب قنوات نسج العنكبوت فيها، يتاجرون باسم أسعد الشرعي الملك محمد السادس، يتاجرون باسمي كي يحصلوا على لايفات ويحصلوا على لايكات ويحصلوا على شوية أدسنس باسمي، باسم أنه أنا أسيء للملك. هذه متاجرة بجلالة الملك، أنتم أدرى بها الآن. أنا نفضت يدي من الموضوع، والموضوع أصبح مغربيا بحتا.